السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام. سعداء بلقياكم مرة أخرى في فيديو جديد وفي عرض جديد. بالنسبة للناس اللي أول مرة تيشوفوا القناة، ما فيها باس ديروا أبوني، فعلوا زر الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. وبالنسبة للناس اللي متبعينا بشحال هذا، شكرا لكم على الدعم ديالكم المتواصل. بالنسبة للفيديو اللي غادي نتكلموا عليه اليوم، غنطرقوا فيه لواحد الموضوع اللي ديجا هدرت فيه على واحد الفيديو، ولكن مازال كتجي أسئلة ديال الناس اللي تيبغيو بعض التوضيحات. بالنسبة لنقل الملكية اللي وقعت الرقمنة ديالها واللي تكلمنا عليها في فيديو مفصل، الناس مازال تيسولوا واش ممكن ندير نقل الملكية بالطريقة التقليدية العادية اللي كانت، وبالنسبة إلى درتها واش ما عندي شي مشكل، واش غيتقبل ليا الملف. بزاف ديال الأمور هنايا كتطرح. دونك كما قلت لكم في الفيديو اللي فات، بالنسبة لنقل الملكية الرقمي غادي يهنينا بزاف د الأمور. يعني راه حنا تندخلوا المعلومات ديال السيارة وتتكون بحال الشكل ديال المراقبة من طرف لونسا على السيارة، واش ما فيها حتى شي إشكال. تندخلوا المعلومات ديال البائع والمعلومات الشاري، وتنخرجوا كذلك العقد وتنديوه نقاليزيوه. ومن بعد ما تنقاليزيوه تنرجعوا للبوابة وتنديكلاريو التصريح ب ليغاليزاسيون اللي درنا، باش ديك الساعه صاحب السياره الاصلي ما تيبقاش متحمل المسؤوليه ديال السياره، تيولي تيتحملها السيد اللي عاد شراها. هذا من هذه الناحيه. من ناحيه اخرى عاوتاني السيد اللي شرا السياره تيكون مهني، لان عارف السياره اللي خدا ما عندها لا تبعات لا حتى شي حاجه، الضرائب ديالها خالصه، ما عليها شي حاجز تحفظي ولا شي حاجه. هذا دونك فيه خير بالنسبه للبائع وبالنسبه حتى للشاري. وبالنسبه للناس اللي تيسولوا على الطريقه التقليديه، راه هي باقا خدامه ماشي تقطعات. الناس راه باقا كتبيع وتشري بالكرتونه، وهاد الامكانيه هادي غادا تبقى حتى لاخر شهر فبراير هاد الشهر هذا، يعني حتى لنهار 28 في شهر جوج 2023. وابتداء من فاتح مارس ما غتبقاش الطريقه ديال الكرتونه، غتولي غير العمليه ديال الرقمنه اللي هي mutation véhicule.ema. دونك نتمنى باش هذا الموضوع هذا نكونوا طرقنا له بما فيه الكفايه، واللي باقي عنده شي سؤال يخليه لنا في كومونتير، مرحبا نجاوبوا عليه. بالنسبه للناس كذلك اللي تيسولوا على حساب لا فينيت، كاين اللي باقي ما خلصش لا فينيت كما قلت سابقا. دابا غتمشي تخلص وغتخلص زياده ديال 15%، وغتزيد تخلص زياده على كل شهر ديال التاخر 0.5% على كل شهر ديال التاخر. شكرا لكم والى اللقاء في فرصه قادمه.